مساء الخير. في طلبة من اللي هيتقدموا لاختبارات المعهد العالي للسينما السنة دي بيسألوني إزاي نستعد لاختبارات القبول. نصيحتي ليك هيبقوا هما 3 نصايح. النصيحة الأولى: نوّع في فرجتك السينمائية. أول حاجة نوّع في فرجتك السينمائية، بمعنى إيه؟ إحنا دلوقتي في شهر 5، فاضل تقريبًا يعني عقبال ما باب التقديم للمعهد السنة دي يتفتح، في تقريبًا شهرين نقدر إن إحنا نتفرّج فيهم على كَم أفلام كبير جدًا. ومعنى كلمة نوّع في فرجتك السينمائية إن أنت محتاج تتفرّج على نوعيات مختلفة وجديدة من الأفلام. تتفرّج على أفلام من السينما الإيطالية، أفلام من السينما الإيرانية، أفلام من السينما المصرية القديمة والجديدة، والسينما برضه اللي هي يعني نقدر نقول عليها قديمة نسبيًا، فترة السبعينات والتمانينات والتسعينات. مهم إن أنت تتفرّج على الأفلام دي، وبرضه تتفرّج على أفلام روائية قصيرة. عندك مهرجان منصات هيتفتح يعني قريب، يعني تقريبًا يوم 20 مايو هيبدأ مهرجان منصات في سينما زاوية، وده هتلاقي فيه كتير أوي من الأفلام الروائية القصيرة من ثقافات مختلفة ونوعيات مختلفة تقدر إن أنت تتفرّج عليها. في نفس الوقت برضه لو أنت حابب إن أنت تنوّع الفرجة دي على الإنترنت مثلًا، في قنوات على اليوتيوب زي مثلًا قناة أومليتو الإيطالية، دي فيها مجموعة من الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم تقدر إن أنت تتفرّج عليها. تاني نصيحة: نوّع في قراءاتك. محتاج منك، أو يعني أنت المفروض كطالب متقدم للمعهد العالي للسينما إن أنت تبقى عندك ثقافة أدبية وفنية واسعة. فابدأ اقرا، لو ما بتقراش يعني ابدأ اقرا في الرواية والشعر والأدب. وابدأ اقرا في مختلف الكتابات الأدبية والفنية. شوف كده معارض فنون تشكيلية تقدر إن أنت تزورها علشان تطلع على الفن التشكيلي مثلا. شوف العروض المسرحية في مصر. لو أنت في القاهرة مثلا، عندك مسارح كتير قوي بتقدم عروض مسرحية، زي عندك في المسرح القومي الملك لير، تقدر تروح تتفرج عليها. مركز الإبداع فيه عرضين جمال جدا في مركز الإبداع، واحد اسمه حواديت، واحد اسمه بعد سوري حاجة تخوف. تقدر دول مجانا تتفرج عليهم. طبعا ملك لير للاسف مش مجانا، بس عرض يستحق جدا، وهو تذكرته يعني تعتبر يعني بتكلفه بسيطه جدا مقارنه باسعار المسارح التانيه. وعرض فعلا 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 انت تتفرج على الاستاذ يحيى الفخراني بيقدم رائعه من روائع شكسبير على المسرح قدامك. فدي متعه لوحدها، بعيدا عن فكره انك بتستعد علشان تكون طالب في المعهد العالي للسينما. انت هتستمتع جدا 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 بالاستاذ يحيى الفخراني على المسرح. روح مثلا شوف في عروض في مسرح الطليعه، مسرح السلام. اتفرج على المسرح واتفرج على السينما ونوع في قراءاتك. دي النصيحتين الاولانيين. النصيحه الثالثه اللي اقدر انصحك بيها هي خاصه بفكره الايه، امتحان الورشه. انت عارف ان امتحان المعهد العالي للسينما بيبقى 3 امتحانات. الامتحان الاول هو المعلومات العامه او الكتابه الابداعيه، والامتحان الثاني وهو امتحان التذوق السينمائي، والامتحان الثالث هو امتحان الورش. بخصوص الامتحانين الاولانيين، الكتابه الابداعيه والتذوق السينمائي، انا عامل لك في ليست كده على يوتيوب برضو، يعني بنشرح فيها بايجاز ازاي تجتاز الاختبارين دول. وان شاء الله الليست دي يعني هتبقى محدثه دايما علشان يعني تكون شامله. لكن انا بتكلم على اختبار الورشه. اختبار الورشه بيبقى فيه جزء كبير قوي انترفيو. وانترفيو بمعنى انه يعني مناقشه حره مع الدكتور بتاعك في القسم. عايزك في الجزئيه دي تكون نفسك قوي. يعني ما تدعيش حاجه مش فيك.
ما تدعيش فكره ان انا بشوف السينما من سنين طويله وبتابع من اي هو يعني. لو الدكتور اللي قدامك هو راجل عنده خبره كبيره جدا في مجال السينمائي وفي كمان قرايه الناس، فهيعرف ان كنت انت بتتكلم بصدق ولا لا. ده مهم جدا ان انت تبقى انت، ما تبقاش حد تاني. اتكلم عن المخرج اللي انت فعلا بتحب شغله. لو انت مثلا بتحب مخرج معين زي عاطف الطيب، محمد خان، تابع شغل محمد خان، تابع شغل محمد عاطف الطيب اللي انت بتحب شغلهم، علشان يكون عندك فرصة انك تتكلم عنهم بطلاقة قدام الدكتور او في اختبار الورشة. حاجة تانية، لازم تكون عارف القسم اللي انت متقدم ليه، وعارفه كويس، وعارف ان انت حابب تدخل القسم ده دونا عن غيره. يعني ما ينفعش تروح تقدم في قسم معين من الاقسام علشان تكون مقرب من قسم تاني، او ما انتش قادر تقدم في قسم تاني. المعهد العالي للسينما زي ما احنا عارفين 7 اقسام: السيناريو، الاخراج، التصوير، الانتاج، المونتاج، هندسه المناظر، الرسوم المتحركه، وقسم الصوت. 8 اقسام. انت اختار القسم اللي انت حابب تدخل فيه، وابدأ شوف الافلام او اتفرج على الافلام من منظور هذا القسم. لو انت مثلا بتتفرج، لو انت يعني داخل قسم التصوير، عندك افلام مهمة جدا 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 في السينما المصرية تقدر تتفرج عليها من منظور مدير التصوير، او من منظور العاشق للتصوير السينمائي، زي فيلم المستحيل لمدير التصوير الاستاذ عبد العزيز فهمي، المستحيل، وفيلم زوجتي والكلب. افلام كتير جدا تقدر ان انت تتفرج عليها من منظور الايه المصور السينمائي او مدير التصوير السينمائي. لو من منظور مثلا السيناريست، لو انت عايز تقدم في قسم السيناريو، عندك كتاب كبار جدا ومهمين جدا في السينما المصرية قدموا افلام هايلة وعظيمة نقدر نتفرج عليها من منظور السيناريست، زي افلام الاستاذ وحيد حامد، افلام الاستاذ بشير الديك، افلام الاستاذ الدكتور محمد كامل الأليوبي، افلام كتير جدا جدا. والافلام اللي كتبها مخرجين زي يوسف شاهين والاستاذ صلاح ابو سيف لما كانوا بيكتبوا السيناريو لافلامهم. اتفرج على الافلام دي من منظور انك بتنظر للسيناريست بعين فاحصه، او بتنظر للسيناريو بعين فاحصه. وكذلك في الاخراج، كذلك في المونتاج. لو انت مثلا بتقدم في قسم المونتاج، فهتلاقي افلام لمونتيره عظيمه جدا اسمها الاستاذه رشيده عبد السلام، افلام زي الموميا، افلام زي مجموعتها مع يوسف شاهين. ابدا اتفرج على الافلام ديت، وابدا ان انت بص للفيلم بعين الفاحص واللي بيدور على المونتاج جوه الفيلم السينمائي. طبعا كل النصايح دي مهمه، ولكن لا تغنيك عن المذاكره مع زملائك، ولا تغنيك عن ان انت يعني تستعين بحد خبرة يدلك ازاي تكتب في امتحان المعلومات العامة وامتحان الكتابة الإبداعية، وتكتب في امتحان التذوق السينمائي. وزي ما قلت لك، لو رحت في اليوتيوب في اللينك اللي انا هسيبه لك في الكومنتات، او لو بتشوفنا على اليوتيوب هتلاقيه بيظهر دلوقتي، البلاي ليست اللي هي بقول لك فيها ازاي تستعد لكل اختبار من الاختبارات ديت على حسب القسم اللي انت متقدم له. وطبعا باذن الله ربنا يقدرني والبلاي ليست دي تبقى متجدده باستمرار. والنصيحه الاخيره، توكل على الله وربنا يوفقك باذن الله، ونشوفك في المعهد، واشوفك واحد من اهم صناع السينما المصريه في العالم كله. شكرا جزيلا.